السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكن يا صبايا؟ كيفكن يا غوالي؟ يا رب الكل يكونوا بألف خير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد وأكلة جديدة يا رب تنال إعجابكم. اليوم رح نعمل قلوبات أو كبدة الفروج أو كبدة الفراخ. هي القلوبات ورح أقول لكم شلون طريقة طبخهم أو تقليتهم، ورح أعمل جنبه الرز. وأكيد ما رح أنسى أشكر كل متابعيني وكل حدا اشترك بقناتي، ولكم من قلبي ألف تحية ومليون سلام. ويا صبايا اليوم حاولت إنه أنا مباشر أصور لكم أو أسجل لكم الصوت بشكل مباشر. هون رح نشوف هلا شو رح أقطع قدامكم القلوبات أو كبدة الفروج، وخليكم معي لآخر الفيديو. حاولوا يا صبايا لما تقطعوا القلوبات ما تصغروا القطع، تمام؟ مثلا هلا أنا عندي رح أحاول هي نشيلها على جنب، هي رح نكبها. هلا مثلا شايفين القلوبات، معلش شايفين؟ حاولوا تكون القطعة كبيرة، تمام؟ حاولوا تكون قطعة القلوبات كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ بهذا الشكل، لا تصغروا القطعة. وهي هدول حاولوا أي شيء زوائد تشيلوهم. وهي هون أكيد اللي بقلبهم في دم، هذا كله إن شاء الله للغسل. شايفين أي شيء زوائد شيلوه من هون، هاي كل شيء دهونيات شيلوه، بلا لأن هاي بتعطي طعم للقلوبات كتير سيئة، فبلاها. رح أحمل وحدة تانية. شايفين هدول؟ وهيك يا صبايا بعد ما قطعتهم، شايفين؟ بعد ما قطعت الكمية كلياتها، طبعا هذا شايفين هاي الزوائد الدهون طلعتها. بعد ما قطعتهم دول رح اغسل القلوبات غسل كتير منيح، يعني حتى تصير المي بيضة وما يكون فيها مثلا اي من قطع الدم هي المتجمدة او بتكون هي بقلب اللحمة. شايفين هون هيك؟ انا رح اغسله كتير منيح وارجع لكم، خليكم معي خطوة بخطوة. وهيك يا صبايا هون انا هون غسلت القلوبات كتير منيح. شايفين؟ غسلتهم كتير منيح بحيث ما يضل فيهم نقطة دم، لأن الدم لما بيكون فيه موجود فيه أو ما نظفتوه على السوا ممكن يعطيكم زنخة، ممكن شد من حطيتوا بهارات. فحاولوا كتير كتير تغسلوه كتير منيح ومية الحنفية، مو مي سخنة، مية الحنفية. ويلا معي للفقرة الثانية. والله يا صبايا أنا رح أنزل القلوبات بقلب الطنجرة. ورح انزل فوق القلوبات مي مغلية ورح احطهم على النار 10 دقايق تقريبا. شايفين؟ فورا مجرد ما نزلت المي فوق القلوبات غيرت لونه. رح نحطهم على النار 10 دقايق، بس انغلت 10 دقايق فورا رح ننزلهم من على النار نشتغل وصفتنا لليوم. رح اغطي الطنجرة. والله بس انغلت القلوبات رح اورجيكم شلون. طبعا يا صبايا انا لوقت اللي يغلي القلوبات رح اقطع البصل جناح جناح او قطع صغيره، شلون ما بتحبوا قطعوا البصلات. شايفين يا صبايا بهالاثناء انا لوقت اللي تغلي المي قطعت البصلات. شايفين؟ قطع خشنه، يعني ما قطعتها طرنشات او جناح، قطعتها قطع خشنة. على فكرة يا صبايا هي رخامة، اسمعوا صوتها. يعني أنا بعد ما قطعت القلوبات ليفتها وهلا عم بقطع عليها الخضرة.
يعني مشان ما تفكروا، لأن الخشب أو البلاستيك لما بتقطعوا عليها القلوبات بتغب زنخة القلوبات أو زنخة البصل. فأنا قطعتها هلا على الخامة. وهيك يا صبايا بعد ما غلت المي بلشت هيك شوي 10 11، قلت لكم ما حنطول كتير بالسلق. رح طفي النار ورح اصفي القلوبات وارجع لكم. شايفين هاي الزفرة؟ نحن كلها هاي الشغلة مشان هاي الزفرة اللي طلعت ما تطلع معنا هلا اثناء القلي. شايفين؟ هذا هيك كان شكل القلوبات بعد ما هيك شوي. وهلا رح نشتغل بلش وصفتنا. هون يا صبايا رح اجيب المقلاي او اي صينية كانت حسب الكمية اللي انتوا عندكم اياها. رح انزل عليها معلقتين دهنة. فيكم تحطوا زيت زيتون، عفوا زيت ذرة، فيكم تحطوا سمنة، فيكم تحطوا دهنة. هالمرة انا حبيت اقليها بشوية دهنة، يعني معلقتين دهنة خشنات شوي. ورح احط كمان معلقة سمنة. هاي معلقة سمنة. بهالأثناء يا صبايا لحتى تنسلق أول شي الدهنة، أنا رح أنقع الرز الكمية اللي انتوا بتحبوها. بتحبوا نص كيلو، بتحبوا كاستين رز اللي انتوا بتحبوه، أو حسب الكمية اللي حابين تطبخوها. أنا رح أنقعهم شي 10 دقايق وأصفيه وأحطه على الزيت مشان أجهزه. بس نخلص القلوبات رح نطبخ معه جنبه رز. هلا رح نزل البصل. بالعكس يا جماعه، هلا اذا بدك تقولوا انه ليش البصل كتير، بالعكس ما كتير. هلا رح يدبل هذا كله ورح يعطي طعمه طيبه. رح يعطي طعمه طيبه كتير للقلوبات. انا هون نزلت معلقه ملح فوق البصل عشان يتسرع تقليته. هلا يا صبايا نزلت حبتين فلفله خضراء وحبتين فلفله حمراء. شايفين الالوان؟ وهو بتغرف القلب، والله بتشهي القلب. انا ما بعرف ليش هسه ما حكفي المقلايه. رح ننزلها على اكبر. هلا يا صبايا رح انزل نص معلقه بهار، ونص معلقه فلفله حمراء، طبعا معلقه طعام. ورح انزل ربع معلقه زنجبيل، ورح انزل ربع معلقه هيل مطحون، معلقه كبيره كزبره، وربع معلقه قرفه. الصبايا هدول مع بعضهم بيعطوا للاكل طعم ونكهه كتير طيبه. نحن ما كترنا، نحن شكلنا. احركهم. هدول رح نحطهم على البصل اول شي، بعدين بننزل القلوبات. هلا رح ننزل القلوبات فوق بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله.
تبارك الرحمن. بسم الله الكريم. شايفين وين البصل؟ ولا أسر ولا بين أبدا مع القلوبات. هلا بس شوي يغلط مع بعضهم. طبعا أنا رح أخليه على نار مرتفعة لحتى هالمكونات تتجانس مع بعضها وتستوي مع القلوبات. على فكرة القلوبات ما بدها وقت كتير، لأن احنا 10 11 سلقناهم. احنا ما سلقناهم، بس مجرد انه غلت المي طلعت الزفرة كبينا المي وشفتوا مثل ما عم تشوفوا قدامكم بالفيديو. بهالأثناء أنا القلوبات رح أغطيهم حتى يصير مجال إنه شوي يفرزوا سوائل مشان تستوي القلوبات معي. برجع لكم هيك يا صبايا. بعد 10 دقايق رفعت عن القلوبات. رح أحركهم يعني شايفين 10 11 فرزت شوي سوائل. شايفين شوي مو كتير. هلا ما بقى اغطي القلوبات، رح اخليهم مكشوفين لحتى ينشفوا معنا. هلا يا غوالي رح نشوف نختبر انه اذا كانت استوت معنا القلوبات ولا لا. رح دوق قطعة. رح نختبرها اذا كانت استوت ولا لا. شايفين انا حسيت بدها شوية ملح، رح رشلها شوية ملح رشة تمام، وشوية بهار كمان، بهارة قليلة اني يعني يا صبايا عدوا دوقوا وش ناقصة نزلوها. رح انزل شوية فلفل حمرا، شوية صغيرة، شوية كزبرة، رح احركهم مع بعضهم. شايفين يا صبايا نحن لو كنا منا سايبين القلوبات طلعوا، هذا كانت هون كلها صارت مي او سوائل. شايفين هون ما في سوائل، ومع ذلك انه استوت القلوبات. رح اخليهم شوي كمان يتقلوا وهنين مكشوفين. رح اجيب طنجرة مشان نسوي الرز. طبعا هون هديت النار عن القلوبات مشان ينشف على المبلول. رح نزل نص كاسة زيت ذرة، وهي معلقة سمنة. بس ذابت عنا السمنة رح نزل الرز. مثل ما قلت لكم انا الرز غسلته، نقعته اول شي وغسلته وهلا صفيته. هلا رح نزله. يعني رح احول الصينية لهون والطنجرة لهون لاني بسم الله. حرك الرز مع السمنة والزيت، يعني شغلة دقيقتين 3 مو أكثر. بهالأثناء أنا طبعا هون كنت عم بسخن مي مغلية عشان أنزلها فوق الرز. بهالأثناء يا صبايا أنا رح أنزل مكعبين ما يجي فوق الرز، خليه يدوب مع الرز شوي لوقت اللي تسخن معنا المي. رح ضل عم حرك
ضلع بحالة الماجي مع الرز حتى تحسوا إنه مكعبات الماجي دابت. هلا طبعا أنا هون مهدي النار ومطفي الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني عيني على الرز وعيني على القلوبات. هلا بعد ما غليت المي المغلية رح نزلها فوق الرز كمان على ارتفاع اصبعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رح احط بس نص معلقة ملح هيك يا صبايا. شايفين القلوبات خلصت معنا؟ شايفين؟ قالوا لي على القلوبات ما ضل سوائل ابدا، والحبة شوفوا محافظة على حالها، ضلت بحالها الحمد لله، ما انه ما انهمست ولا انخبصت. شايفين الالوان؟ شايفين شلون؟ ما في سوائل ابدا. ليش؟ حتى هي الزفرة اللي من العادة بتطلع بارض الصينية او المقلية، اذا ما كنا سائلين القلوبات كانت رح تبين معنا ورح تطلع طعمة ما طيبة ابدا. هلا هذا هيك القلوبات جاهزة. هون جينا رجعنا على الرز. يا صبايا في بعض المتابعات، وانا كتير اكيد بيهمني ارائكم، بيهمني اي شيء تعليقاتكم ان كان سلبيه او ايجابيه. في بعض المتابعات عم بتقلي انه انت بتحكي كتير. يا غوالي انا مضطره احكي التفاصيل او احكي خطوه بخطوه. اولا مشان برجع بقول لكم السبب الرئيسي انه هو اولادي انا بالغربه، وانا بضطر احكي بالتفاصيل لحتى لما بدي يقوموا يعملوا طبخه او يعملوا شيء. يعني انا اولادي شباب، في شباب وفي بنات، فانا مشان اذا كان حبوا يدخلوا على الفيديو ويتابعوا مثلا الفيديو ويشوفوا مضطره احكي، ولحتى للمبتدئين كمان ممكن يستفيدوا. فانا بضطر اشرح يعني الفكره او الطبخه خطوه بخطوه لحتى تكون سهله عليكم، افضل ما انه اكتب. لان في كثير من المتابعين قالوا لي لا تكتبي كتابه لان في ناس ما بتعرف تقرا، فانا عم بضطر انه احكي بالموضوع. شايفين هلا هون بلش الرز شوي ينشف معنا، معلش بنرجع على وصفتنا. مجرد ما شوي الرز 10 11 بلش ينشف معنا حاليا لسه، يعني انا رح اهدي النار هيك ورح اغطي الطنجره. هلا بغطي الطنجره وحخليها لحتى ينشف الرز. وهلا يا صبايا رح نكشف عن الطنجره. شايفين مجرد ما تشوفوا الرز بهذا الشكل صار، بالذات الحبه طويله نشفت ميته على الخالص، رح سكر النار ونزل فوقه الفوطة السحرية وراح اخليها تقريبا شي ربع ساعة. شايفين؟ بشوفكم وقت التحضير. وهيك يا صبايا كان وصفتنا جاهزة لهذا اليوم، هي قلوبات ورز. شايفين الرز كل حبة واختها. شايفين الرز مفلفل، وهي صحن سلطة خشنة يعني حبات كبيرة. وهي يا صبايا القلوبات، شايفين الشكل ما أحلاه، الألوان. إن شاء الله ألف صحة وهنا للجميع، يا رب الكل يكونوا بألف خير. وأكيد ما راح أنسى أشكر كل متابعيني، كل حدا عم يشترك بقناتي، ولكم من قلبي ألف تحية ومليون سلام. ولو عجبتكم وصفاتي وعجبتكم طبخاتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. وهلا صار شو وقت فقرة؟ صار وقت فقرة لازم ندوق. يعني بتعرفوا فقرة لازم ندوق هاي نحن ما نصدق عربنا. رح نزل شوية رز، شايفين يا صبايا؟ شايفين حتى انه مطلعته انه ما في الحمد لله سواء. شايفين؟ لازم ندوقها هلا.
طبعا ما رح انسى السلطة. والله العظيم يا صبايا كتير طيبة. اعتمدوا نفس الطريقة وصدقوني ما حين تندموا. شايفين شلون قطع محافظة على قوامها؟ وأكيد لا ننسى دائما نقول دائما أبدا الحمد لله على كل حال. الحمد لله على الصحة والعافية وراحة البال. وأكيد رح أختم فيديو اليوم بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وربي يعم الأمن والأمان والسلام علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. ولا تنسوني بدعواتكم. استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.